لو عندك بطارية وسلك، إيه اللي يخلي الإلكترونات تبدأ تتحرك؟ وهل فعلا المقاومة دي زي الزحمة؟ تعالى نفهم. فرق الجهد هو السبب الرئيسي اللي بيخلي الإلكترونات تتحرك. تقدر تتخيله زي فرق الارتفاع بين خزانين مية. لو في فرق، المية هتجري، وكل ما فرق الجهد زاد الإلكترونات بتندفع أكتر. يعني البطارية القوية بتدي دفعة أكبر للإلكترونات. بس المشكلة، الطريق مش دايما مفتوح. في حاجة اسمها المقاومة، ودي بتبطئ الإلكترونات زي الزحمة أو المطبات في الطريق. لو السلك مصنوع من النحاس مثلا، الإلكترونات هتمشي بسهولة. لكن لو من بلاستيك، طريق مقفول. ومن هنا نستنتج اللي فيه مواد موصلة ومواد عزل. يعني فرق الجهد بيحرك التيار، بس المقاومة ممكن تبطئه. ودي العلاقة اللي هنتكلم عنها في الفيديو الجاي مع قانون أوم.